بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه 30 مجلسا من مجالس شهر رمضان بقلم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. المجلس الأول: الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أما بعد، فلقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل فيه المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبملخص سريع لهذا المجلس، فقد أورد الشيخ فضائل شهر رمضان من أحاديث تعرفونها، بأنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وهكذا. ثم أتى بخصال 5 مهمات، هذه أدخرها الله للصائمين وخص الصائمين من بين سائر الأمم. الخصلة الأولى: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو الرائحة الكريهة. الخصلة الثانية هو أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا، من أول ما تتسحر حتى تفطر والملائكة تستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهذا أجر عظيم وخير كبير. والملائكة عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الخصلة الثالثة: أن الله تعالى يزين كل يوم جنته في رمضان ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليه، أي إلى الجنة. الخصلة الرابعة: أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير. هذه معونة كبيرة من الله سبحانه وتعالى للصائم. الخصلة الخامسة: أن الله تعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر، بشرط أن تتماشى مع شروط الصيام وتقوم برمضان بما ينبغي له من القيام والصيام. ولهذا تفضل الله سبحانه وتعالى بأن وفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر الكريم، وتفضل بالأجر الكبير وببلوغ رمضان، وأن أحيانا إلى هذه السنة وهذا العام حتى نلحق ركب الصائمين ونستغل هذه الفرصة، وما يدرينا أننا نحيا أو نموت إلى العام القادم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.